السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ما زالت فاجعة مروى بوغاشيش تهز الرأي العام الجزائري والعربي، فبعد اختفائها الغامض قبل نحو شهر تبين أن الجريمة البشعة وقعت قبل أيام فقط من العثور على جثتها. في الساعة الأخيرة اشتعلت صفحات الفيسبوك كما يظهر أمامكم الآن بتفاصيل صادمة ومروعة تتحدث عن تورط عائلة كاملة في الجريمة في سيناريو يذكرنا بقضية الطالبة الجامعية عبير بولاية بسكرة سنة 2018، ولكن وبين الحقيقة والإشاعة تظل هذه المعطيات المتداولة غير مؤكدة، بل وقد تكون مغلوطة تماما. والكل يترقب الآن الندوة الصحفية المرتقبة لوكيل الجمهورية بولاية قسنطينة، والتي قد تكشف المستور وتضع النقاط على الحروف. فهل سنسمع ما يزلزل القلوب؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة الكاملة. وفي الختام نقولها من القلب: راقبوا أبناءكم جيدا ولا تتركهم لحظة دون اهتمام، فالزمن لم يعد كما كان، والوحوش البشرية باتت تتربص في كل زاوية وتبحث عن فرائسها بكل خسة وقسوة.